كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. أنا النهاردة يا بنات كنت براجع سورة الرحمن، براجع الحفظ بتاعي فيها يعني. فسبحان الله، كل لما أجي عند آية كل من عليها فان، مش عارفة يا بنات يعني الدموع كده بتجري من عيني لوحدها. لأن احنا لما بنيجي نقرأ كده الآيات المفروض إن هي يعني بتقفي كده عند الآية وتستشعري الآية. ليه أنا بقول إن إحنا لازم نتدبر الآيات؟ علشان لو أنت تدبرت الآية اللي أنت بتقرأيها وعرفتي معناها وعرفتي المقصد منها إيه، صدقيني نظرتك للدنيا دي هتتغير خالص. يعني هتلاقي نظرتك للحياة اللي أنت عايشاها غير. كل من عليها فان، يعني كل حاجة على الأرض خلاص مش هتكون موجودة. كله أنا و... وانتي والصحاب والإخوات والأم والأب، كل من عليها فان. مش هيفضل فيها غير وجه ربنا عز وجل. ربنا هو الباقي. يعني ربنا سبحانه وتعالى عرفك معنى الدنيا ايه. الدنيا مش محتاجة الحروب والكلام والمشاكل، مش محتاجة ان احنا لسه دلوقتي هنقول بقى ايه. يعني ده احنا لسه دلوقتي بنقول ايه؟ نصلي، إيه لسه بنبتدي نقول طب نحفظ قرآن، طب نعرف آيات، طب نصلي قيام الليل. لا، الدنيا لو انت عرفت الدنيا هي ازاي والدنيا قد ايه، يعني ما انت يعني احنا جايين فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لما تفهمي يعني ايه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا ان احنا مخلوقين علشان العبادة وبس. الدنيا فيها حاجات حلوة وان انت تشتغل وكل حاجة، مش ان انا افضل قاعدة يعني للعبادة، لا، بس كل حاجة هعملها هيكون فيها رضا لله سبحانه وتعالى. انا جاية الدنيا علشان ربنا سبحانه وتعالى هو خلقني فيها ان انا اعبد الله، اسمع كلام ربنا، هو امرني بايه اعمله ونهانا عن ايه ابتعد عنه. لكن سبحان الله لسه لحد دلوقتي في ناس يعني بتجادل في الحجاب، بتجادل في الصلاة. طب لا، ده انا طب صلوا سنة وصلوا، لا احنا كفاية الفرض. في ناس ما بتصليش خالص. والله العظيم لو احنا تدبرنا الآيات بس، ندي بس وقت كده، وقت بس كده للقرآن. اعملي وقت معين كده، وقت مخصص كده اعملي للقرآن. انت هتفهمي الدنيا دي ايه، هتعيشي فيها بارتياح، هتعيشي الحياة. أنا جاية زي مثلا لو واحدة زوجها بيسافر بقى أي مكان، المكان اللي هو رايح فيه ده بيشتغل، بيجمع فلوس وبيجمع هدايا، وبيجمع علشان خاطر يجي موطنه الأصل اللي فيه مين؟ اللي فيه أولاده وفيه زوجته وفيه أهله وفيه كده وأصحابه كده. إحنا برضو جايين، يعني أنا بضرب لك مثل، إحنا جايين الدنيا برضو نفس المثل ده. احنا جايين الدنيا مش عشان ان احنا بقى نعيش الانسان معروف ان هو يعمر الدنيا، ولكن احنا جايين في الدنيا علشان انت بتجمعي للاخره. لان ده مش مكاننا الطبيعي، ده مش مكاننا يعني الدايم. والدليل ان الانسان مش عايش ابدي، لا، الناس بتموت قدامنا. ما ربنا سبحانه وتعالى جعل ان في موت، ما هي ديت برضو عبره. اما حد بيموت قدامنا وبندفنه، حد عزيز لنا بيموت وبنروح ندفنه بايدينا، وسبحان الله كده بيتقفل عليه القبر، خلاص الحياة انتهت كده. يبقى ده ايه؟ يبقى كلام ربنا سبحانه وتعالى كلامه صدق، ان الحياة، ان الدنيا فانية. كل من عليها فان، كله الأحبة والأصدقاء والأولاد والأم والأب، كله رايح. مش هيبقى اللي عملك بقى.
عملك هو اللي احنا هنروح بيه، اللي سبحان الله كده احنا عايشين في الدنيا علشان صلينا، اتحجبنا، قرأنا القرآن، اتعرفنا على آيات الله، كل حاجة، سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. عيش الحياة كده، والله العظيم هتحسي ان انت يعني عشت الدنيا وعشت الآخرة. لأن اللي مش هيعيش جنة الدنيا استحالة يعيش جنة الآخرة. جنة الدنيا في العبادات، جنة الدنيا في طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، جنة الدنيا في إني بتبع أوامر الله سبحانه وتعالى، جنة الدنيا في إني ما بعملش اللي ربنا سبحانه وتعالى، يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لي عليه ما تعملوهوش ما بعملوش. عشان كده أنا بنصحكم نصيحة، إن يعني افتحوا القرآن وادي للقرآن وقت، خلي للقرآن وقت مخصص ليه، مش لما أبقى فاضية، علشان مش هتبقى فاضية. لا، ما نديش الفضلة مننا أو الوقت الفاضل مننا للقرآن، لا، أنا بعمل وقت مخصص للقرآن. اعملي بعد الفجر، اعملي بعد العصر، بعد ما بتخلصي بيتك وشغلك وأكلك وكده. أنا عاملة الوقت ده، أنا عاملة الساعة دي إن أنا بقعد بتدبر فيها القرآن كل يوم كده. هقرأ مثلا سورة وهعرف الآيات دي بتتكلم عن إيه. والله نظرتك للحياة لا تختلف، والمشاكل اللي بنتكلم فيها والمحاربة اللي في الدنيا، وأصل مشكلة بيني وبين اخواتي، أو مشكلة بيني وبين زوجي، أو مشكلة مش عارف في الشغل أو هنا أو هنا، والله كل ده نظرتك للحاجات دي كلها تتغير خالص خالص. سبحان الله، كم من أحبة كانوا معانا وما عادوش موجودين، يعني كانوا بيبقوا قاعدين كده وبنتكلم وفي حياة، وهو في حياة قدامنا، وليه حياته وليه شغله وليها حياتها وليها بيتها، وفجأة هي مش موجودة. فلما ربنا سبحانه وتعالى اداكي سبحان الله كده وقت ان انت تعيشي او يوم تعيشيه، احمدي ربنا، احمدي ربنا ان فيه يوم. اوعي تخلي اليوم ده تعديه في حزن، او تعديه في مثلا ان انت بقى ايه، لا ده انا بقى في مشكلة معينة، او لا، ساعة ما تلاقي نفسك قمت من النوم كده وفي يوم جديد ربنا سبحانه وتعالى فضلا منه ان ادالنا اليوم الجديد ده، في حد تاني ما خدش اليوم الجديد ده، ما كانش عنده فرصة لليوم ده. حاول ان انت اليوم ده يبقى توبة جديدة، اليوم ده يبقى فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني دي فرصة من ربنا سبحانه وتعالى. ولا مال بقى، يعني ولا فلوس ولا عمارات ولا حاجة الدنيا دي كلها فتن. احنا اللي هنروح بيه مش عملت كام بيت، ولا عملت جبت كام من الذهب، ولا جبت كام، ولا هدوم ايه، ولا لبس ايه، ولا كلام من ده. العمل هو اللي احنا هنروح بيه، العمل الصالح، الصلاة، الذكر، قيام الليل، القرآن. وقبل ما نقول صلاة وقيام ليل، أنا يعني عن نفسي وعن معايشتي مع القرآن، أنا بقولك اعرفي القرآن، بس ما تديلوش الفضل من الوقت. اعملي يعني وقت مخصص للقرآن. يا ست اقرأي مثلا صفحة، واعرفي الصفحة دي بتتكلم عن ايه، نظرتك للحياة هتتغير بجد. انا حبيت كده ان انا يعني نفسي ان يكون الاحساس اللي انا حاسه بيه يكون وصل لكم. لان لما بيصادفني زي كده وبستشعرها بجد، والله ببقى نفسي كل اخت ليا تعمل بيها، وكل بنت تعمل بيها. يعني نفسي نكون مسلمين زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى، اللي لابسه الحجاب يبقى حجابها صح زي ما ربنا قال، مش شبه حجاب. فتعرفوا على كلام ربنا، يعني عايزه زي ما بنقول كده، عايزه يعني ربنا يكلمك، اقري القرآن. انت قاعده كده في حضره مع الله سبحانه وتعالى،
اقعدي كده وربنا سبحانه وتعالى كده بيكلمك. اللي عايزة ربنا يكلمها بتقرأ القرآن، واللي عايزة تكلم ربنا الصلاة. يعني انت رايحة تكلمي ربنا اهو. طب ربنا بيكلمني هو قراءة القرآن، لأن هو ده كلام الله سبحانه وتعالى. أتمنى تكون كل كلمة لمست قلوبكم، وتكونوا استفدتوا منها واستشعرتوها. لو استفدتوا بمعلومة واحدة عرفوها لأصحابكم، عرفوها لحبايبكم، شاركوا الفيديو مع أصحابكم وحبايبكم، هتؤجروا على كده. هيكون حاجة في ميزان حسناتكم وعمل صالح ليكم يوم القيامة. أشوفكم على خير فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.